موضوع الحمى ده طلع حلو يا جدع. انا جعان. فنان سابنا ونام. والله انا بحب قوي منظر ستاربكس ومفيش حد قاعد عنده كده. بس انا بصراحه بحر احمر. احسن واحد بتختار اكل فيه. انا بتصور الكلام ده. كنيسه يلا قلت لهم بقول له ايه ده؟ مش ملبسها، مرفوضه. كبده بالليه اكسترا ليا. تقول لي كده صوت كده. احنا معانا طفل عبقري دلوقتي في المكان، صح؟ يا صباح الفل. النهارده تاني يوم العيد. هو رايحين عندنا شغل ايفنت في الساحل. الستوري بتاعي. ازيك؟ اهلا حبيبه قلبي، صباح الفل، مبروك الكائن. تقول انت حبيبتي. اللهم صل على النبي. رجال من ذهب. صباح الفل. امال لو عاملين حاجه غلط يا مصطفى. رجال من ذهب. خلاص الله السلام عليكم. مساء الطيب. مساء الطيب. ما اعرفش ايه الرشح اللي جه فجاه ده. موضوع الحمى ده طلع حلو يا جدعان. مش كل اوقات يا ريس. يا نهار اسود. اخسر مني. طب انا بقول ايه ان انا قذر يعني؟ قال لك لا، في اوسخ من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. دي ميتي. شكرا جزيلا. اللي انا عارفه ان الحفله معظمها اطفاليات بقى، فمش عارف اقول ايه. ربنا يستر. المنسق للحفله استاذ خالد. احنا كنا اتكلمنا مره او اتنين قبل كده وما ظبطتش الشغلانه مع بعض، واحنا الاتنين حابين نشتغل سوا، فان شاء الله ده اول تعاون بيننا وبين بعض، ان شاء الله يبقى مثمر. هو الراجل لطيف جدا الحقيقه، فنحسبه على خير. هنشوف بقى لما نوصل الدنيا عامله ايه. توكلنا على الله. دعاء السفر. بسم الله. عالي شويه. ما انت لازم تتسأل يعني عن التكييف، لازم تتسأل عشان يبقى لو في مشكله. احنا دايما بنعرف مشاكلك بالصدفه، انت عمرك ما بتقول ان في مشكله. فلوجات بقى اللي جاي كله فلوجات. والله كميه الاعلانات اللي في الشوارع يا جماعه، انت ماشي في مجله. اه والله انا برضو صح. الله انا بحب قوي منظر ستاربكس ومفيش حد قاعد عنده كده. يعني مثلا لا حلقه عباس ابو الحسن، لا حلقه مهمه جدا، متذاكره كويس جدا، مع راجل مهم جدا بيحترمني جدا وبيحترم اللي انا بقدمه. انت عارف ان عباس ابو الحسن هو الفنان الوحيد اللي لما جالي حفله بعد ما خرج نزل صوره بوست مش ستوري على الحساب بتاعه على الانستجرام، حضر الحفله بتاعت الاردن اللي نزلت. وكريم فهمي لما يحضر لي حاجه يطلع يكتب. راجل في منتهى اللذاذه بصراحه. لكن لا، كريم محترم جدا وحقاني ومهذب كده، يعني ما شفتوش بيغلط في حد قبل كده ابدا بصراحه. بس انا نفسي الاقي ناس بتفهم في السوشيال ميديا، مش اللي هو ايه، عارف فاكر انت الهوجه بتاعت الفوتوغرافر؟ كل من جاب كاميرا قال لك انا مصور. احنا في مرحله كل من معاه موبايل بيقول لك انا سوشيال ميديا سبيشالست بتاع. ايوه يا عم، هنعمل ايه؟ البيرسونا بتاعتنا ايه؟ التون اوف فويس ايه ولا ايه؟ يقول لك بص يا باشا، انزل لك 3 ستوري في اليوم ولا في الاسبوع وجمعه مباركه وبتاع، تمسك حضرموت بقى. فنان سابنا ونام. هو الراجل ده ونام. كنيسه يلا قلت لهم نشاز لما شفتني لا 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 حن قلبي وانشغلت علي. كل ده كان ليه؟ انا جعان. لبن مصطفى الله يبارك لك. بحب بنتك يا جدع، اكلني اي حاجه. طبعا واقع من الجوع، وانا لما بجوع في الطريق ببقى عصبي جدا. في ريست كده هنا، وفي مطعم مش هقول اسمه ايه، في مطعم هو بيقول لك ريست البتاع هو لجميع المشويات والحاجات. هشوف لو في لسه بقرا في منيو كبيره كده مطبوعه، لسه بقراها. لقيت تقول لي كده صوت كده. بصيت اؤمر، قال لي لا والله مش تحاولش. قلت له تمام، وصلت يا ابن الناس. هروح بقى الماركت ده نشوف لو في حاجه تتاكل وربنا يسهل. شيبسي، شويه بطاطس، مفيش اكل، شويه عبط. هناكل شويه عبط وتفاهه ومواد حافظه. جبنا شويه ويلكم تو بورتو بيت.
احنا وصلنا بورتو، واستاذ خالد مشكورا يعني استضافنا عنده في الشاليه بتاعه. لو محتاجين نغير، محتاجين نشطف، نعمل اي حاجه، الراجل لطيف جدا ومضياف جدا جدا. الامور مبشره ولطيفه، والراجل لطيف جدا جدا. بعد شويه هنصور معاه طبعا ان شاء الله خلال ساعه بالكتير. الحفله طلع ان هي الحمد لله والشكر لله ان هي اسر واطفال، مش اطفال في المقام الاول، فده معناه ان احنا ان شاء الله هنعمل سكريبت لطيف. معرفش بقى انتوا شايفين ولا لا يعني كويس، بس انا بصراحه بحر احمر نويبع. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد يعني استضافه رائعه وطيبه وفي منتهى الدلال من مستر خالد، احنا بقالنا 12 سنه تقريبا عايزين نشتغل مع بعض، واخيرا ظبطت. والراجل يعني ما شاء الله عليه فتح لنا بيته نرتاح ونستجم وتناقشنا نقاش لطيف جدا. لا قول نتغدى بس عشان نكمل. حقك عليا والله، حقك عليا فعلا. ان شاء الله نعمل حفله كويسه قوي النهارده ان شاء الله. يا استاذ خالد شكرا جدا بجد على اداء لطيف جدا ومحترف ومحترم، وحاجه انا مبسوط جدا بالتعاون بيننا وبين وانا بعض. سعيد والله. تسلم. اتفضل يمين. دعواتكم يا جماعه. هنروح دلوقتي المسرح. يعني احنا معانا طفل عبقري دلوقتي. الف شكر الف خير، شكرا جزيلا. مساء الفل يا ريس. مساء الجمال. ايه رايك في الايفنت؟ والله لطيف جدا مقارنة بظروفه. انا اتخضيت لما دخلت لقيت الدنيا شمس، وكمان الشمس ضاربه في الجمهور مش فيا. يعني لو فيا هعرف اتصرف، هقلب الكاب بقى، هنزله، يعني هنعمل حاجه. لا ده بجد والله الف شكر، الف شكر ليهم بجد. وكلكم طبعا، والتنظيم بقى يعني التنظيم الشيك. استاذ خالد ده كان في منتهى اللطف والاحترافيه، وابن بلد كده. يعني يا رب يكونوا اتبسطوا. كل سنه وانتم طيبين. صحيح. دلوقتي نعم واحد خطاب. ماشي واحد خطاب. يعني ممكن انت انطر تبص مثلا على المنيو، فما تخش انت وتجيبها، عشان كده احسن. انت احسن واحد بتختار اكل فينا. بعدين انت معاك علي قنديل، ما تتكلمش في الاكل. يعني احسن واحد بيعمل اي حاجه. لا ايه بص انا كنت مصدق لحد احسن واحد بيعمل اي حاجه. لحمه ملبسه، ضاني، مكرونه مطبخه. مطبخه ايوه. العكاوي. كبده بالليه. ده كبده بالليه اكسترا ليا لوحدي. وكبده بالليه حلو قوي الكلام ده. شويه ضرب كده. انا مش عايز اقول نيفه. ليه؟ عشان مش ضامنينها عندهم. يعني الدهان مثلا بيعمل النيفه من الرقبه الضاني كفته. طب صلوا على النبي. انا كنت حابب اشكل بحيث لو واحده من الضاني دول اتضربت معانا العكاوي وقلنا الكبده بالليه، طب ما نروح ورقه سجق مثلا كده. صح كده. وزنت. توكلنا. حد بقى يكتب الكلام ده عشان مش هفتكر. انا بص بالنسبه لي اللي افهمه انا يا باشا باكل ده كده. يا عم ما تخزقش عينيك. هينفع اتفضل عمي. نستنى في الاخر جاب لي حاجه ثالثه غير اللي انا باكلها ومش كده. في مهندس سعودي، مهندس كويتي ليه فيديوهات منتشره على التيك توك وهو بيستلم من الصناعيه، فيعمل يقول لك ايه؟ مرفوعه. الراجل بيتكلم كلام منطقي. الصناعيه لا يا باشمهندس ده حلوه ايه؟ انا نفسي اعمل كده في المطعم. بقول له ايه ده؟ مش ملبسها مرفوعه. باشا احنا هنفاصل في 8 كيلو اللحمه. بس جرجير والفلفل الحامي. شكرا جزيلا. حاج مجدي بص. ده كلام مباشر. حاج مجدي بقى. كله شغال. بص النيفه عفان جدك لحد قدامك. عفوا. بص اقول لك على حاجه، ارمي في النص وسطا. دي يا فندم. دي قاعده. ماشي. لسه متعيش. حلو قوي. احنا بقى ايه نقعد بسم الله يا جدع انت هتقول. حلو قوي دي. والله جدا. بس ده انا شفته. الله يكرمك. اقسم بالله دقيقتين. احنا بنصور الكلام ده بجد والله. عندك مشكله؟ لا ولا اي مشكله. بامانه بتموتني. ببقى قاعد مخنوق بدور على فيديوهاتك بطلع من كل مود وانت تقول لي الحاج مجدي صاحب المكان. تسلم تعيش. الله يخليك. حلو قوي.
حلوه قوي حلوه قوي. تعالوا لي بقى كده. حلوه البطيخه دي قوي. بطيخه تشرب شاي. سهل لك فكرني ان احنا لما نوصل نصور مشهد الوصول بقول لك نطلع فيها. يلا نطلع ليه؟ يلا. طب انت شايل حاجات لوحدك. نفهم من كده ان احنا وصلنا. مصطفى عاش يا مصطفى. والله مصطفى تعب النهارده جدا جدا جدا. انطون تعب جدا جدا وما نامش كويس وانا اتفشخت. نشوفكم على خير في الفلوج اللي جاي. بنحبكم جدا وهنقول حاجه مش متفقين عليها. انتوا فين؟ انتوا بتخشوا حضن بعض. سلام عليكم. باي باي.